وسهلا بكل مشاهدينا واللي بيتفرجوا علينا النهارده في اول حلقه من برنامجكم عيشها احلى. لكل فتاة ولكل سيدة عايزة تحس بتغيير مهما كانت إمكانياتها، عايزة تغير من ستايل لبسها، من اللوك بتاعها، شعرها، ميك اب. كل يوم هيكون معانا ضيفة وجديد كمان ضيف هنغير له حياته وهيحس بالفرق أكيد، وهيعيشها أحلى في برنامجكم عيشها أحلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل في اولى حلقات برنامجنا عيشها احلى، وتعالوا معايا نشوف اول فتاه هتقابلنا وهتبتدي معانا رحلتنا في اول حلقات برنامجنا عيشها احلى. هاي، ازيك؟ هاي، الاخبار؟ تمام. انا ماهي من برنامج عيشها احلى، برنامج بيتكلم عن الموضه والجمال. ايه رايك تشاركي معانا في اول حلقات برنامجنا؟ تمام، اشارك. طب ازاي يعني؟ يعني هتكوني معانا لو حابه تعملي اي تغيير في ستايلك، شعرك، ميك اب، في اي مشكله بتواجهك، انت حاسه ان انت عايزه تعملي حاجه تظهري بيها جمالك بس مش قادره. احنا معانا نخبه من خبراء التجميل والاطباء هيساعدوكي ان احنا نعمل لك نيو لوك جديد ونغيرك. تبقي معانا تمام. نبتدي رحله. ده دلوقتي؟ تمام. دلوقتي يعني؟ احنا اصلا دلوقتي كمان معانا مصممه الازياء التراثيه شام الجابي، بس هتكون معانا النهارده بقى في شكل جديد. تمام، اوكي. ومعانا مصممه الازياء التراثيه شام الجابي، هي عودتنا على التراث الشعبي في الازياء، لكن النهارده شام هتفاجئنا بشكل جديد من الازياء، وهتكون معانا كستايلست هتساعدنا في تغيير البنوته الجميله دي. معك يا غالي والفرح يدوم بالجد، رجع لي تاني يا زين الطلة، دوامها الطلة عليك نموت ما نضن في يوم نتخلى، عمري وياني معك يا غالي والفرح يدوم بالجد، ارجع لي تاني. وهيك نهاري وليلي شايفك عيني، بعدك ما نساني يا عمري، ونار في قلبي مشي بيدي، حبك ساكن روحي وغيرني. وهيك نهاري وليلي شايفك عيني، بعدك ما نساني يا عمري، ونار في قلبي مشي بيدي، حبك ساكن روحي وغيرني. شفتك سحرتيني بالزين قتلتيني، قولي وعلاش كيفاش غيرتي حالي، نبغيك انايا خليك معايا، يبرى جرحي والبسمة ترجع تحييني. فرحي وهنايا معك انتايا، قولي وعلاش. هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك يا مهى؟ كله الحمد لله تمام. انت اخبارك؟ الازياء التراثيه شام الجابي معانا اول ضيفه اخترناها تكون معانا في عيشها احلى في اول حلقاتنا. عايزينك تغيريها لنا بقى بالكامل، غيري اللوك بتاعها كله، ستايل لبس. هاي يا شروق، ازيك؟ عامله ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ كله تمام تمام. الحمد لله. شايفاكي مختاره حاجات بتاعت بالليل. شويه عندي مناسبه. عندها سهره النهارده، عيد ميلاد بس اوبن اير. عايزه تختار هي حاجه، مش لاقي حاجه تناسبها. انا دردشت معاها شويه فهمت الموضوع. بتحبي اللون الاسود شايفاكي. شويه. طب ممكن تديني بقى تفاصيل يعني مكان هيبقى فين، ايه الايفنت نفسها، يعني فرح، خطوبه، عيد ميلاد؟ انا عندي عيد ميلاد اوريدي واحده صاحبتي، بس احنا عاملين لها سربرايز، بس مش عايزه اعرفها يعني، عايزه اجيب حاجه تبقى مناسبه بالليل وفي نفس الوقت ما تبقاش. طب ما كده اول ما هتشوف ده هتعرف على طول. مش هيبان انها سربرايز بارتي خالص كده. يعني انا حاسه انه اوفر شويه، ممكن يعني عشان كتير. يعني بما انك بتقولي عايزه سربرايز بارتي ومكان اوبن اير، ممكن نختار بالنسبه لسنك حاجه ابسط شويه وتبقى كلاسيكيه، ولا ما تحبيش الكلاسيك؟ لا حلو، اوكي، المهم ما يبقاش هتثقي في ذوقي انا ولا قلقانه؟ ساعديني بقى. لا هساعدك. انت شكلك صغنونه، فمش عايزه اختار لك حاجات بتكبر سنك، بس عايزين تبقى مناسبه بالنسبه للهوا عشان لو الجو برد، وفي نفس الوقت تبقى مناسبه لسنك. انا حابه البسك حاجه ممكن تبقى جينز، بس يمكن ستايل تاني. انا شايفاكي بتحبي الحاجات
تايت آه. ليه؟ مع ان بترفعك اكتر، ان ممكن تلبسي حاجات اوسع تبينك اتخن ما شويه. انا يعني انا برتاح في السكيني اكتر من اي حاجه تانية. ما عندكيش استعداد تجربي حاجه تانية؟ لا. ليه؟ طب جربي. لا ده اكتر حاجه يعني ممكن اغير اي حاجه من فوق في ستايلي، لكن السكيني ده بيريحني عموما. طيب ما- جربي ممكن يطلع كويس فيكي، تغيري اللوك بتاعك شويه. بصي بلاش نضغط عليها، لان بصي لو انت مش مرتاحه في اللبس هو اللي انت اللبس ده مختاراه نفسية يبقى فعلا. هتبقي بالظبط حالتك النفسيه مش حلوه، بعدين عندها ايفنت بقى فلازم تبقى مرتاحه. انتي عشان ان هو يعني بيفرق ان هو يكون في اوبن اير عن مكان مقفول. انا بختار يعني بفضل اختار جاكيت، لان هنا لو لبست ده يعني هي المفروض ان مختاره هنا حاجه بتلمع. لو انا مكتفيه بده يبقى مش يبقى فين الجاكيت؟ الجاكيت هيغطي لي كل ده، صح. يبقى ملوش لازمه. بس بعدين مش عارفه، مش عايزه طالما بتقول ايفنت بسيط، وانا شايفه سنها صغنن على الحاجات دي، وعايزه اختار لها حاجه مختلفه خالص، بس مش عارفه هي هتثق فيها ولا لا. اختار الجاكيت ده برضه فيعني برضو ده لو لبسنا له جاكيت في اوبن اير برضو هتلاقيه برد، يعني هتلاقيه عشان تتدفي الشكل اختلف. تيجي نجرب؟ هتثقي فيا؟ ماشي. انبسطت قوي النهارده كنت معاكم في الحلقه، وانبسطت قوي من شروق، من رغم انها ما تعرفنيش بس كان عندها ثقه فيا، واول ما قلت لها نلبس حاجات ستايل يمكن مختلف عنها شويه، يمكن كنت مريحاها شويه لما قالت لي عايزه بنطلون سليم، بس انا ما كنتش مقتنعه، بس كنت حاسه ان ده هيريحها، وده مهم قوي 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 لما البس حاجه ممكن ابقى مش ماشيه على الموضه قوي قوي قوي، بس لابسه حاجه مريحاني، يبان ان انا مرتاحه جدا في لبسي، ويبان ان انا فعلا شيك، وده اللي بيبقى باين على وشي وانا قدام اي حد. الثقه بالنفس مهمه جدا جدا وانا بختار لبسي، بشوف ايه المناسب لبسي. احنا دلوقتي يا شوشو رايحين عند دكتورة البشرة، هنبتدي بقى رحلتنا نعالج البشرة، نشوف ايه المشاكل اللي فيها، نبتدي نحلها. تمام. اوكي، انت عارفة ان دايما الدكاترة بيقولوا لما بيبتدي يظهر هبوب في اعلى الجبهة في المنطقة اللي فوق دي لازم تشربي مية كتير. انا عندي مشكله شويه في شرب الميه، بنسى اشرب فعلا، خصوصا في الشتاء الواحد بينسى موضوع الميه ده خالص. احنا في ليزر كير كلينيك اهم حاجه عندنا ان احنا نعالج المشاكل اللي عند الشباب اللي زي سن شروق، لان هم لما يعني معظم البنات بتهمل في نفسها جدا، مفيش شرب ميه، مفيش اهتمام بالبشره، مفيش اهتمام بالشعر، فبييجوا يتفاجئوا قبل الجواز بالمشاكل دي كلها. فانا طبعا بنصحهم ان هم يبداوا يهتموا ببشرتهم بدري. استخدام الصن بلوك يا جماعه مهم جدا 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 للبشره. الحاجات الانتي ايجينج كلها، شرب الميه الكتير، شرب العصاير اللي فيها فيتامين سي. لازم نهتم ببشرتنا من بدري عشان ما نجيش نتفاجأ بالمشاكل قبل الجواز، وتراكم المشاكل دي كلها فهيحتاج مننا وقت لحلها. دلوقتي بقى شوشو رايحين لدكتورة الأسنان عشان نشوف كل المشاكل اللي عندك في أسنانك. طبعا دي مسببة لك طبعا حاجات مش كويسة خالص. انت طبعا أهم حاجة من أسباب الجمال الابتسامة. تمام. انتي قلتي لي كده، دردشنا مع بعض قبل كده، حسيت ان في مشكلة في أسنانك مضايقاكي صح؟ شويه انتي عارفة دايما الدكاترة بيقولوا ان لازم نغسل سناننا بالفرشة الناعمة، ونغسلها مش بقوة عشان خاطر ما يحصلش التهابات في اللثة. التهابات اللثة بتأدي لحاجات كتيرة جدا، أنا أول مرة فعلا أسمعها. ممكن تخلي أسنانك أصلا كلها تتساقط، يعني أسنانك كلها تقع. دي معلومة بجد سمعتها من دكتورة أسنان يعني فعلا. فمهم قوي طبعا غسل الأسنان بس بطريقة صح. دكتور ممكن تشرح لنا ايه مشاكل بالظبط وتقول لنا ازاي نحلها؟ هي عندها 3 مشاكل اساسيه. المشاكل دول هنقسمهم لحاجتين. اوكي، حاجه عندنا اوبشنز في العلاج وحاجه ما عندناش اوبشنز في العلاج. اوكي. اول مشكله لينا ملهاش اوبشن
اللي هي الحشوه القديمه. اوكي، احنا عندنا هنا حشوه قديمه عامله ديسكولوريشن حواليها، اللي هي عامله تغير اللون بتاعها. بس تاني مشكله عندنا اللي هي الجير المتكون في السنان. تمام، دي برضه ملناش اختيارات في الحلول، لازم نشيل الجير. الجير ده مشكله كبيره ولا ممكن ان احنا نكسل ان احنا نحل؟ في ناس كتير قوي خاصه المصريين يعني سنانهم مليانه جير وبعادي يعني عايشين برضه بيسيبوها. الجير اصلا بينتج نتيجه ان احنا احنا ما بنغسلش اسناننا بالطريقه الصح. بس مشكله الجير ان هو اول ما يتراكم بيكبر ممكن يؤدي للاخر لتساقط الاسنان، بيضعف اللثه حواليها والاسنان تبقى لوز وبتسقط. يعني مش مشكله بسيطه يعني مش مشكله بسيطه، اذا تراكمت مش هتبقى مشكله بسيطه، هتبقى مشكله كبيره. اي حاجه بتبتدي صغيره بتبقى كبيره. اكيد. اوكي. تالت مشكله عندنا اللي احنا عندنا فيها حلول كتير، ممكن نختار اي حل منهم يعني از يو لايك، اللي هي مشكله السنان المعوجه. طبعا حلولها اول حل عندي ان هو لازم اعمل تقويم، بس مشكلته اتس تيك تايم، لازم ياخد وقت، لازم ياخد وقت كتير، بياخد من 6 شهور لسنه. المشكله الثالثه عندي اللي هي انواع السنان ديت، هي ديت اللي عندنا اوبشنز ممكن نختار منها. اول اوبشن عندي اللي هو التقويم، بس هي مشكلته ان هو بياخد وقت، بياخد من 6 شهور لسنه. صعب قوي كتير. تاني حل عندي اللي هو حاجه اسمها لامينت فينير. لامينت فينير ده معناه ان انا ببرد السنان اللي هي قدام ديت، اوكي، ببردها بحجم معين، بعد كده باجي البسها بحاجه زي لينز زي العدسه بتاعت العيون، هي بس زي تكوين الشفاف تقريبا. مش بالظبط. تالت حاجه عندي اللي هي الهولد سمايل، دي بناخد مقاس لأسنان حضرتك وبنروح المعمل في خلال 4 أيام، ترجع تاني سنان تبقى معدولة ولونها أفتح. احنا في حالة شروق حلينا كل المشاكل الجمالية اللي عندها بدون اي اضرار على الاسنان او خلع او برد اي سنة. كل اللي احنا عملناه ان احنا ركبنا لها هوليود سمايل على اسنانها، وهنشوف الفرق دلوقتي مع بعض. ومعانا مدام نسرين الخطيب من جيمي بيوتي سنتر، وهي هتساعدنا في تغيير لوك لشروق عشان نكمل بيها رحلتنا. قولي يا جيمي هنعمل ايه بقى النهارده؟ فدلوقتي هنبتدي اول مرحله ايه؟ اول مرحله هبتدي معاها سحب اللون. اوكي. تمام. بعد كده هطلع معاها ل5 درجات. طب قولي هي دي مده 2015 ايه السنه دي؟ طالعه كلها على صندلي، الالوان كلها صندلي الموضه. اوكي. طب يعني نبتدي دلوقتي معاها غسيل. ابتدي معاها غسيل. خلاص نبتدي اول مرحله معاها غسيل. اسرع معاها لون، بعد كده هحط الصبغه. اوكي. هتشوفي اللون. قولي يا جيمي نعمل ايه بقى الخطوه دلوقتي؟ هو انا سحبت اللون. اوكي. هبتدي انشف الشعر. وبعد كده هوزع الصبغه من تحت لفوق. اوكي. بعيد عن الروتس. طب هي محتاجه قص او كده بعد الصبغه؟ محتاجه قص بعد الصبغه شويه. يعني دلوقتي هنبتدي فرط التنشيف وبعد كده نحط الصبغه. تمام. اوكي. ايه الفايده اللي هناخدها لما نعمل الصبغه من تحت لفوق؟ لما باخدها من تحت لفوق بتبتدي معايا تفتح واحده واحده، غير لما تفتحي من فوق تدريجات في التفتيح يعني. اوكي. تفتحي من فوق بسرعه جدا عن تحت. اوكي. نبتدي نحطها. ابتدي احط الصبغه. بعد ما شفنا شروق معانا في اول الحلقه، كان في شويه مشاكل في بشرتها، في القوره فوق كان في حبوب، وعملنا لها شويه كونتورنج عشان نصغر لها الدق. ويا ريت يعني شويه نهتم بالبشره في الغسيل، في الغسول اللي بنستخدمه الصبح للبشره الدهنيه للبشره الجافه، نختار الانواع اللي تناسبنا. ودلوقتي هنشوف شروق معانا في الفاينل الاخير بتاع 2015.
انا محتاجه اشوف بقى الكلام. عايزه تشوفي اللوك الجديد؟ اكيد. مستعده؟ اوكي. طب يلا. ايه ده؟ ايه رايك؟ تحفه. في تغيير؟ طبعا في كل حاجه. مبسوطه طيب من اللوك الجديد؟ طبعا في كل حاجه، شعري وميك اب والسمايل والشفايف وكل حاجه. لا تحفه، انا شايفه ان هو تغيير بس تغيير والدريسنج فظيع جدا بجد. حاسه بايه؟ حاسه بثقه في نفسك كده؟ من اكيد الأول؟ اكتر يعني، اكتر من اي وقت تاني يعني. مبسوطه يعني؟ سعيدة جدا اني شاركت في برنامج عيش احلى. حقيقي غير فيا وغير في ستايلي وفي شكلي بشكل عام. مبسوطة قوي على التجربة دي وبشكر كل التيم ان هو خلاني في صورة افضل. ميرسي قوي. والبشرة